صباحكم بالخير ونبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الكسرونة الكبيرة هذيك حطيت رشة زيت صغيرة، كبيرة شحال مفوحة بالثوم، كعبتين طماطم، راس بصل صغير، معدنوس وسبناخ وطريف اللحم مفروم اللي تشوفوا فيه ملحت، درت ضربة فلفل أكحل وحطيت كركم وشوية فحم تاع ثوم وباش نخليهم ياخذوا قلية في عقلهم. حطيت في الكسرونة الثانية طريفات الدجاج اللي تشوفوا فيهم هذاكم فوحت فلفل أكحل فحم دجاج بصل بودر ثوم بودر وملح ورشة زيت زيتونة وخليتهم يغلوا بشوية مي، وبعد رجعت الكسرونة الأولى بعد ما تذبل كل شيء فيها باش نبدأ توا نفوح. حطيت مغرفة طماطم تاع ماكلة مش معبية ومغرفة متاع فلفل أحمر زينة مش معبي وثوم مهروش، معناها ثوم مهرس نقول هني. بعد ما مرقتها حطيت فيها شوية حمص، رجعت لك الدجاج نسيت ما حطيتليش مغرفة الكركم، وليت حطيتها له وعملت له تحريكة هكا وخليته يطيب في عقله. بعد ما طاب نحيته وحطيت البوية اللي تشوفوا فيها هذيك، ذبلت فيها شوية فلفل أحمر وفلفل أخضر، راهو الفلفل هذاك ماهوش حار معناه جيست متاع زينة، وكنت مقطعة هنيك هكاك حكاية 3 روس بصل جوانح، ملحتهم عملت عليهم طريف كركم باش يبدا لونه عاطي على الذهبي شوي. بعد ما ذبلته نحيته وخليت فيه شوية، وكنت أني غاسلة حكاية هكاك أقل من نص رطل روز باش نحطه فوقه، نحط شوية ملح وشوية فلفل أكحل وذرفة صغيرة زعفران ونقليه شوية هيك. بعد ما نقليه نصب عليه هاك الماء اللي فورت فيه الدجاج، هذيك يقولوا لها مرقة الدجاج. باهي. بعد ما طاب الروز شفتوا الروز هنيك يطيب في آخر لحظة هذيك نقص عليه النار على الآخر ونخليه حكاية هكاكا دريج وبعد نحيه. هني بعد ما طاب الحمص رميت الحلالم، اليوم باش نعمل حلالم جارية بالخضرة كما قاعدين تشوفوا، فوحتها في الآخر بك الثوم المهرس بالحوار متاعها. وهذه هي طيولتنا متاع اليوم. أول حاجة باش نبدو بها هي صحيفة الجاري اللي هي حلالم، ندير فيها باللحم المفروم، كنت شاركت معاكم الوصفة قبل، وصفة اقتصادية بصراحة وبنينة برشا، نعرفوا أن الحاجات هذه تجيب الحمل على الوجه أحلى. اليوم عملت كعبات بريك بالتن بالعظمة، صحاين السلطة المشوية ديما موجود، وصحن السلطة الخضراء هذاك مرسم بحول الله 30 ليلة على الطاولة متاع الشهر الفضيل. وهذاك الروز متاعي زينت، حطيت الروز من لوطة وزينته من فوق بك الفلفل والبصل والبطاطا وطريفات الدجاج بعد ما حمرتهم في القلاية الهوائية. هذه هي طولتنا اليوم، واللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال، وإن شاء الله راهي الدبارة عجبتكم، دبارة ساهلة ومهيش مكلفة هواهي. وفي الأخير قالي ما نقول لكم إلا شهية طيبة، وللقاء في فيديو آخر، وتحياتي حبيباتي.